سلام البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واليوم بغيت نشارك معكم غريبة بالفيوتينغ، كتجي شكلا ومذاقا رائعة. واخا نجلس نشكر فيها من لهنا حتى الصباح. خصكم حتى تجربوا باش تعرفوني علاش كنهضر. كتجي هشيشه لواحد الدرجه ما كتصورش، هماويه في الشكل ديالها وفي المذاق ديالها، كل شيء غيحمق عليها لا الصغير ولا الكبير، لان كتجي هشيشه ويمكن لك تزوقيها باش ما بغيتي من غير الفيوتينغ. كيف ما كتشوفوا انا درت واحد الحبات هما هنايا درتهم هذوك زوقتهم بالكوك. هنا بالنسبه للمقادير، عندي 2 معالق كبار ديال الزبده ممتازه، عندي 250 غرام ديال الزبده اللي في البواطه البنات، عندي 2 خنيشات ديال الفاني، خماره وحده، عندي كاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال الزيت، وعندي 2 كيسان ديال النشا، عندي 2 بيضات، عندي 2 ساشيات ديال الفلون كراميل، عندي الشكلاط للتزيين هو والفيوتينغ، وغنحتاج حتى اللوز لان اللوز غادي هو باش غادي نديرو وسط الغريبه. هاد الغريبه هادي غتجي محشوه من الداخل بلوزه. وكيف ما كتشوفوا عندي هنايا الدقيق حسب الخليط. بسم الله، غادي نخلطوا الخليط ديالنا. غير جربوها البنات، ما غاديش تندموا عليه، انا متاكده. هنا درت 2 معالق كبار، درت 250 غرام، عفوا 250 غرام ديال الزبده. يمكن لكم ما ديروهاش كامله وتنقصوا منها على حسب الجوده باش شويه سخن. غادي نخلطها مع السكر كلاصي. من بعد يمكن نتوما زيدوا 2 بيضات، حيت انا راني نسيت 2 بيضات ضفتهم حتى من بعد، بغيت نشير لهاد القضيه. غديروا نتوما مور هاد الشيء دابا ديال الزبده، غديروا 2 بيضات هما الاولين مع السكر كلاصي والزبده حتى يذوبوا مزيان، عاد تزيدوا الزيت. انا ما زدتش هنايا 2 بيضات، كنعتذر على هذا الخطا لانني نسيتهم، من بعد عاد زدتهم البنات. المهم غادي نحاولوا نجانسوا المقادير مع بعضياتهم، نخلطوا مزيان حتى يذوب السكر كلاصي ويتجانس لينا مع الزيت والبيض. بالنسبه لكم نتوما غديروا البيض، انا كيف ما قلت لكم نسيته حتى من بعد عاد زدته. وتنمشيو على هاد الطريقه هذه غير بشويه وكتجي صراحه هائله. بحال ديال الشركات الكبرى اللي كيصنعوا غريبه كتكون في المستوى بريستيج وراقيه بحال داك الشكل، صراحه كتجي. هنا زدت معلقه ديال الزبده الاولى، المعلقه الممتازه البنات. ماشي الزبده العاديه، حيت من قبل درنا الزبده غير العاديه ديال الحانوت، هذه الزبده الممتازه. هنايا زدنا 2 شاسي ديال فلون كراميل. فلون كراميل كيخلي واحد النكهه هائله حتى هو. هنايا زدنا الكاس الاول ديال النشا، غنحتاجو 2 كيسان البنات. ها هو الكاس الاول درناه وخلطت مزيان حتى دابت ليا النشا مع الخليط ديالي. وداك النشا هو السر ديال الرطوبيه والهشوشيه ديال هاد الحلوى، وفي نفس الوقت كتجي مقرمله لان فيها الزبده. هما البنات هنايا عاد زدت انا البيض لانني كنت نسيته، كنعتذر، لكن ماشي مشكل، الغلط كيوقع. ونخلطو مزيان الخليط ديالنا حتى يتجانس لينا البيض مع المكونات. هنايا نزلت خماره ديال 8 غرام. ومن الاحسن الا لقيتو كديروا تنقصوا، غير نقصوا، ما ديروهاش كامله لان دابا الحال سخن شويه. هي ما كتاثرش، ولكن الا بغيتو تنقصوا نقصوا، ما ديروش 8 غرام كامله، ديروا غير 6 غرام، نقصوا واحد شويه. هنا هو الكاس الاول ديال الطحين، الكاس الثاني ديال الطحين، ونخلطوا البنات. عينكم ميزانكم على حساب كل
كل طحين وكيفاش داير. كاين طحين اللي كيشرب دغيا، كاين الطحين اللي ما كيشربش، خصك تزيدي كمية كبيرة يلاه يجيك مع الخليط. المهم عينكم ميزانكم ونجمعوا الخليط بلا دليكة البنات، بلا عجن، غير رونو غير برؤوس الاصابع باش كتجي من الداخل فتيه وفي نفس الوقت مقرمشه. باش كتمضغيها كتحسي بديك القرمشه بين السنان ديالك، كتستمتعي بالاكل ديالها، ما كتجيش معجنه نهائيا صراحه. انا درتها اول مره وعجبتني وصدقات لي هائله الحمد لله. هادشي علاش بغيت نشاركها معكم الصيف هذا. وكتعرفوا ساعه ساعه كنبغيو نديرو غريبه تكون ساهله، ما فيهاش بزاف ديال التزيين، ما فيهاش بزاف الخدمه لوليداتنا بحال هكا والغودي او الفطور. فكنخلطوها مزيان وتيجي القوام ديالها بحال هكذا. انا جمعتها البنات ودرتها في الثلاجه غير شويه، جمعت راسها بما انها فيها الزبده. ومن بعد خرجتها وبديت كنعبر عبار ما بين 14 15 13 بحال هكاك، 14 حتى ل 15 على حساب كل حبه باش يجيو الحبات كلهم في نفس لا فورم في نفس الوزن. واللي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان ينيح ميزانك، غير ما تجيش وحده كبيره على وحده كيف ما كتشوفوا بحال هذا الشكل. كنشدو العجينه كنبسطوها شويه، كنعمروها بلوزه، كنعاودو نلولبوها مزيان على شكل دائره كيف ما كتشوفوا. صافي يعني ساهله مهله، ما فيهاش بزاف ديال الخدمه، ما فيهاش بزاف ديال الوقت. ولا لقيتي العوين اللي يعاونك راكي تساليها فرمشت عين، كتجي زوينه صراحه كيف ما كتشوفوا. من بعد ما كملت استفتهم هنايا في هاد اللاطه، فرشت الكاغيط ديال الفران وغادي ندخلهم يطيبوا على درجه الحراره 180 درجه. ومن بعد فاش طابوا خرجتهم خليتهم حتى بردوا، لان ما نقدرش نخدم بهم هما سخان يقدروا يتهرسوا. فخليتهم حتى بردوا كيف ما كتشوفوا هنايا الشكلاط اللي وريتكم في التقديم. ذوبته على حمام مريم وقصته في الشكلاط ولبستو بالفيوتينغ. وشي حبات بغيت نزوق بهم كيف ما كتشوفوا بحال هذا الشكل، درتهم بالكوك. هذا كيبقى اختياري حتى الناس اللي ما بغاوش يديروا الفيوتينغ يمكن لهم يديروا الكوك، يمكن لهم يديروا الزنجلان، يمكن لهم يديروا غير ديك باسطه اللي كتباع في الحانوت يحكوها حتى هي كتجي بحال الفيوتينغ، وكيبقى اختياري. وهذا الشيء اللي كاين. وكنتمنى هذا الشكل يعجبكم وتجربوه وما تنساوش تخليو ليا التعاليق شنو طرا معاكم.